السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنجرب مطعم كشري الاسكندراني، وبيبيع كشري وكريبات وبيتزا. هنجربهم ونشوف هيطلع حلو ولا مش قد كده. هنشوف مع بعض. اول حاجة الكريب ده كريب شاورمة فراخ. هنجربه ونقول. خليكم معايا. بس قبل ما نكمل الفيديو، ياريت اللي مشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك فيها حالا وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. زي ما قلنا لكم انه كريب شاورمة فراخ. يعني مبدئيا سعر الكريب حوالي 60 جنيه، يعني في الرنجات دي تقريبا في الستينات. بس الحجم زي ما انتوا شايفين مش كبير قوي. هو طعم شاورما الفراخ كويس، يعني معقول. بس حجمه مش كبير، يعني ما يشبعش لوحده، الا ممكن طفل صغير يعني، او الواحد يجيب 2 كريب مثلا. ودي البيتزا كانت بيتزا فراخ برضو، جربتها. هي كانت الكبيرة دي بحوالي 80 جنيه، فالسعر طبعا رخيص جدا. فيعني يعتبر كويس بالنسبة للسعر. الطعم كويس معقول، يعني الخامات مش واو يعني، بس معقول وبيشبع برضو. وده الكشري برضو كان كويس جدا، بس يعني كانت فيه ملاحظات بسيطة، واحنا قلناها للجرسون اللي هناك، ووعدنا ان هو يعني هيبلغ الشيف وكده ان هو يظبط الملاحظات البسيطة دي. يعني من الملاحظات دي مثلا الصلصة كان توابلها في توابل زيادة كده، يعني التوابل الأساسية تكون أفضل. الدقة ما كانتش الخل فيها واضح يعني. كان طعمها زي كأنها مية بتوم كده. حتى طلبنا منه ان هو يزود لنا خل، بس برضو ما فرقتش بصراحة. هو زود توم، الظاهر ما عندهمش خل في اليوم ده ولا ايه، مش عارفة. بس احنا قلنا للجرسون وقال يعني هيظبط ان شاء الله الموضوع ده مع الشيف. هو الصلصة. اما الشطة كانت حراقة جدا زي ما انتوا شايفين تعبيرات وشي. بس هو يعني العام بتاعه كان حلو، يعني كان كويس. وحتى التوابل الغريبة اللي كانت فيه ما كانتش طاغية قوي، يعني بشكل ان هي تضايقنا جدا يعني. بس هي يعني ايه، لو كانت مش موجودة كانت هتبقى افضل. اما الدقة بس عايزة